خبر محزن جدا لجمهور نادي الاهلي، خبر حزنني انا شخصيا. الاهلي مش هيقدر يعمل صفقات اجانب حاليا لحد دلوقتي. ليه؟ علشان خاطر، مش عشان خاطر فلوس ولا اي حاجه من دي. الاهلي الخزينه بتاعته يعني الله اكبر تجيب كريستيانو، يعني الخزينه اللهم صل على النبي يعني فيها كتير. بس المشكله دلوقتي في اي نادي الاهلي بيطالب منه اللاعب ما بيقدرش، علشان الموسم عنده بدأ، وكمان اللاعب بيلعب عنده بشكل اساسي. فاللاعب مش هيقدر، او النادي مش هيقدر يبيع لك اللاعب حاليا دلوقتي الاهلي، لكن يقدر يشتري في يناير اللي جاي اي صفقة اجانب يقدر يخش فيها يخلصها. لكن حاليا دلوقتي الاهلي ما وروش غير ان هو يقدر يتعاقد مع لعيبة مصرية في الدوري المصري، غير بقى ان هو ممكن يكون يقدر يجيب، لو هيقدر يعني ياخد اللاعب الفلسطيني اللي هو احنا اتكلمنا عليه مصطفى زيدان من النادي المجري بتاعه، تمام، دوت هيتحسب مصري. لكن برضو انا شايف ان الموضوع ده صعب ان هو يحصل، واي لاعب يجي من بره مصر حاليا دلوقتي في نادي الاهلي. بدأنا معاكم الحلقة كده على الساخن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ما تنسوش تذكروا الله وتصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. معاكم اوحى من طيم الاهلي. النهاردة هنتكلم على تفاصيل جميع كل الصفقات الحاليا اللي الاهلي داخل فيها في الدوري المصري، وكمان اللي خارج بره مصر بس حاليا مش هيقدر الاهلي يجيبه في الوقت الحالي اللي هو في الصيف اللي احنا فيه دوت، لكن يقدر الاهلي يشتريه في يناير اللي جاي. فطبعا احنا الاهلي بيتكلم في البنوبي ومصطفى زيكو. طبعا الاثنين دول اقرب اثنين هيخشوا نادي الاهلي لو الاهلي هيعايزهم بشكل نهائي، هيقدر يجيبهم في الصيف ده، في الصيف دوت يجيب الصفقتين دول في نادي الاهلي حاليا. معانا كمان ابراهيم عادل نجم نادي بيراميدز. طبعا اللاعب زي ما الناس كلها عارفه ان الراجل ما بيلعبش او بيتدرب مع نادي بيراميدز دلوقتي، وكمان ضاغط عليهم ان هو كان جاله عقد احتراف بره ومن نادي ختافي. فطبعا النادي دوت تقريبا في معايشه ما بينه وما بين الاهلي من ناشئين يعني وكده. فبيراميدز قال لك لا، انا ده رايح محطه زيه زي ما لعيبه الزمالك ما بتيجي من بره على نادي الاهلي والكلام ده، فاحنا ايه هنلغي الحوار ده خالص، وقفوا له الصفقه. نادي بيراميدز طبعا غلط، يعني هو اللاعب حتى لو هو اللاعب نجم ابراهيم عادل، يعني ستايله يلعب بيأديه بره. هو قالها من بقه، قال ان انا لو مش هلعب في مصر هنا لاي حد تاني غير بيراميدز، هلعب بره. يعني انا اولويتي ان انا اسافر واحترف بره والعب واخد التجربه دي. فاللاعب كان بصراحه لازم كان ياخد التجربه دي. سيبك بقى ان هو كان يجي الاهلي والكلام دوت، خلاص الموضوع اتقفل على كده والراجل مش هيطلع بره. ما وراهوش دلوقتي غير ان هو عايز يلعب لنادي الاهلي علشان خاطر يروح كاس العالم الانديه مع نادي الاهلي. فطبعا ايه حوار بقى ابراهيم عادل؟ حوار ابراهيم عادل هو اللي هيخلصه بايده مع نادي بيراميدز. هو دلوقتي مقاطع النادي ومش عاوز ينزل التدريبات ولا اي حاجه من ديت. فالراجل لو قدر يخلص مع نادي بيراميدز ان هو يروح نادي الاهلي، الاهلي هو مخلص كل حاجه، مخلص مع اللاعب السعر ويعني خدوها مني، ابراهيم عادل ماضي مع نادي الاهلي، مضى على ورق في نادي الاهلي. بس طبعا الاهلي مش هيقدر يطلع كل دوت غير لما يكون اللاعب نفسه مخلص مع نادي بيراميدز علشان يخش نادي الاهلي. فطبعا معانا ابراهيم عادل، ومعانا مصطفى زيكو، ومعانا عبد الرحمن البنوبي. الثلاث صفقات دول اقرب ثلاث صفقات للنادي الاهلي حاليا دلوقتي اللي داخلين نادي الاهلي. فطبعا الاهلي المشكله بس في نادي الاهلي ان هو بيتحرك بطيء. فاحنا يعني دي مشكله في نادي الاهلي. يعني امير توفيق لما طلع مع الكابتن ابراهيم فايق اتكلم في كام تفصيله كده، انا حسيته هو ذات نفسه كده هو بيتكلم بطيء، مش عاوز يدي المعلومه يعني بسرعه، انت فاهم. فالاهلي لازم يسرع نفسه، الصيف خلاص قرب يقفل. عاوزين نخلص الصفقات ديت، الاهلي محتاج فعلا. ولو هتقدر تخلص اسامه فيصل نجم طبعا نادي الزمالك السابق اللي هو بيلعب في بنك الاهلي حاليا، محتاجينه في حته الهجوم علشان احنا ما عندناش غير اتنين. انت متخيل ان الاهلي ما عندوش غير كهربا وعنده اسامه ابو علي؟ يعني ازاي الاهلي هيخش الموسم الجامد دوت بالدوري الجامد؟ الدوري المصري جاحد،
عندك الدوري، عندك كاس السوبر دوت جاحد، عندك بطوله الانتر دي جامده جدا، وعندك كاس العالم. مفيش بطوله سهله الاهلي داخل فيها. مش ما تقنعنيش ان انت هتقدر تكمل باتنين مهاجمين بس. ما احنا مش عايزين نألف، مش عاوزين بقى نروح جايين حاطين محمد طاهر مهاجم، لو حصل للاثنين حاجه يعني، نحط حسين الشحات مهاجم، نلعب بامام عاشور مهاجم. مش عاوزين نألف يعني، احنا عاوزين نجيب حد يلعب مهاجم. فأسامة فيصل بيلعب في الحته دي، وراح منتخب مصر ولعب مع حسام حسن في منتخب مصر. فاحنا عايزينه، والراجل مرحب جدا رغم ان هو كان بيلعب في الزمالك، لكن مرحب ان هو يلعب في نادي الاهلي. دلوقتي ما عادش اهلاوي زملكاوي، ده بيلعب هنا وده بيلعب هنا. مفيش، كله بيتكلم ان هو انا راح محترف يعني. بشجع الزمالك، ماشي بشجع الزمالك، بس انا هروح العب في الاهلي عادي. بشجع الزمالك بقى بعد ما بطل الكوره. انا راجل اهلاوي اروح العب في نادي الزمالك. ما عادتش خلاص، ناصر ماهر وعبد الله السعيد واحمد حمدي خلاص، وامام عاشور، وكمان مين، عندك ياسر ابراهيم برضو من الزمالك، وكهربا لعب للزمالك وربنا يشفيه، مؤمن زكريا برضو لعب للزمالك. فما عادش يعني في الاول وفي الاخر الانتماء دوت ليا بعد ما بطل كوره. فدلوقتي اي لاعب انت متخيله بيلعب في نادي الزمالك وساب نادي الزمالك ممكن يلعب في نادي الاهلي، والعكس برضو تماما. فما عندناش اي مشكله اسامه فيصل يبقى موجود مع الثلاثه اللي احنا اتكلمنا عليهم، ابراهيم عادل، وكمان عبد الرحمن بنوبي ومصطفى زيكو، ويكون معاهم اسامه فيصل. طبعا محمود صابر يا ريت، يعني محمود صابر لاعب نص ملعب جامد جدا ورائع، فيا ريت الاهلي يخلص فيه برضه. هيكون صفقه خمسه، لو عملت الخمس صفقات دول كاداره اهلي بجد هيفرق معاك جدا الموسم ده. على الاقل خالص انت ضامن بديل، بدل واحد اتنين تلاتة اربعة كراس حربة. في نص الملعب عندك يجي ستة، هتلاقيهم بره قاعدين للتلاتة. عندك في الدفاع نفس الكلام، عندك في اليمين وفي الشمال نفس الكلام، رغم ان محمد هاني مصاب، لكن برضه عندك عمر كمال عبد الواحد واكرم توفيق بيلعب الحته ديت، وكريم فؤاد ان شاء الله لما يرجع بيلعب الحته ديت. فانت عندك في كل مركز اتنين تلاته. فانت لازم تعمل الصفقات دي، لو عملت الصفقات دي هتفرق معاك جدا جدا في بدايه الموسم اللي احنا هنلعب فيه دوت. وكمان نسيت اقول لكم دوري ابطال افريقيا يعني من ضمن البطولات اللي احنا معانا. فانت عندك بطولات جامده جدا جدا، مفيش بطوله سهله. فيا ريت اداره الاهلي تقدر تتحرك، وعايز جمهور كمان تخش تتوقع الاهلي ممكن يخلص في مين من الخمسه اللي احنا اتكلمنا عليهم دول كاسامي. اتوقع كده واكتب في رسائل، وقول الاهلي ممكن يخلص في الصيف دوت في اللاعب الفلاني. عندك عبد الرحمن البنوبي، وعندك مصطفى زيكو، وعندك ابراهيم عادل، واسامه فيصل، وعندك محمود صابر. الخمسه دول وابراهيم عادل، الخمسه دول لو انت واثق من ان اداره الاهلي هتقدر تخلص فيهم حد، اكتب على طول اسمه في كومنت. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تصلي على النبي وتذكر الله عليه افضل الصلاه والسلام. وكان معاكم اوحى من طيم الاهلي. وكمان ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده يا صاحبي، وكمان تدوس اشتراك علشان يوصل لك جميع اخبار نادي الاهلي من قناه طيم الاهلي. وفي النهاية شكرا لدعمكم، واشوفكم بكرة. انتظرونا في حلقة مميزة جدا جدا بكرة ان شاء الله. السلام عليكم.